أسعدتم مساء مشاهدينا في كل مكان من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. رئيسة المرأة تلقي كلمة في اجتماع الأمم المتحدة 67 لتعزيز مكانة المرأة. مجلس إقليم شمال البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 18. تقديم أوراق عمل بمناسبة أسبوع القانون. كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا عابرا للقارات. شي جين بينغ يبحث مع بوتين ترسيخ التعاون الاستراتيجي في روسيا. وعصابات الجريمة تواصل هجماتها شمال شرق البرازيل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ألقت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخاتسوا ميكائيل في أعمال لجنة الأمم المتحدة 67 المعني بوضع المرأة وتعزيز مكانتها المنعقد في نيويورك خلال الفترة من 6 وحتى 17 من مارس الجاري، ألقت كلمة توضح موقف إريتريا والإنجازات المحققة فيما يتعلق بالمرأة وبناء منظومة رقمية تستقطب العقول والمهارات النسائية الداعمة لعملية التحول الرقمي. وقدمت السيدة تخا في كلمتها التي ألقتها في الاجتماع الذي شاركت فيه مندوبة إريتريا لدى منظمة الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تسوماريان وطاقم العمل في المكتب وأعضاء المجلس المركزي للمرأة وشابات إريتريا في الخارج، قدمت توضيحا مفصلا حول خلفية المرأة الإريترية ودورها الكبير في كافة المجالات ومساهمتها الفعالة في النهوض والرقي بالبلاد، متسلحة بالمعرفة العلمية والمهنية. وذكرت السيدة تخا في الدورة الحالية التقدم الذي أحرزته البلاد فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة والابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي والممارسات الجيدة لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين في المدن والأرياف، بالإضافة إلى تعزيز التعليم في العصر الرقمي وتمكينها علميا وعمليا في مختلف قطاعات الحياة، إلا أن عدم توفر البنى التحتية الكافية والتصلح بالمعرفة العلمية والكفاءة والمقدرات وفرض عقوبات غير قانونية على إريتريا استمرت لفترة طويلة ساهمت في عرقلة تقدم المرأة الإريترية. وقالت السيدة تخا إن تعزيز دور التقانة في ضمان مساواة المرأة يتطلب إلى تغيير نمط العلاقات الدولية المبنية على سبل الاستقلال الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى تعزيز نظام المشاركة النسائية المرتكز على الإنسانية والعدالة، فضلا عن تقدم أعمال التعاون الجاري بين الدول ونقل المعرفة الرقمية والحد من العادات الضارة والأفكار البالية. كما قدم وفد إريتريا المشارك في أعمال الدورة 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة برئاسة السيدة تخاتسوا ميكائيل قدم كلمات في بعض الفعاليات الجانبية على هامش اجتماعات اللجنة توضح موقف إريتريا واتحاد المرأة الإريترية بخصوص المرأة. عقد مجلس إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعه الدوري 18 في 15 و16 من مارس الجاري في مدينة مصوعة تحت شعار قوتنا تكمن في وحدتنا وتكاملنا. وخاطب رئيس المجلس السيد إبراهيم علي الشيخ المجتمعون في افتتاح الدورة قائلا إن عام 2022 سطر تاريخا ناصعا شامخا تفتخر به الأجيال المتعاقبة وتطرق عن آفاق مبشرة تتسم بتحقيق إنجازات تنموية ملموسة خلال 2023. وذكر السيد إبراهيم أهمية تقييم البرامج المنجزة، وذلك ليس في التعرف على مميزاتها وقصورها فحسب، بل فيما يتعلق أيضا في تصحيح النواقص والقصور التي تظهر في العمل، داعيا لتعزيز مشاركة كافة أفراد المجتمع وخاصة أعضاء المجلس لبلوغ برامج التنمية التي كانت معلقة لأسباب مختلفة وانطلقت خلال 2023 إلى أعلى المراقي. واستمع المجلس في دورته الحالية إلى التقارير المقدمة حول البرامج الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والأمنية المنجزة خلال عام 2022 وبحث البرامج المرتبطة بعام 2023 وإمكانات تنفيذها بفعالية.
كما تناول المجلس الجهود الجارية لضمان مياه الشرب النقية وتأمين صحة المواطنين والأعمال المنجزة فيما يتعلق بالكفاءة الأكاديمية ومشاركة طلابية فاعلة وتحدياتها، وكذلك تنفيذ أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وما تصاحبها من نواقص وقصور. وذكر المجلس في ختام مداولاته كافة الأجهزة الحكومية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وأعضاء المجلس، ذكرهم لضرورة العمل المنسق بهدف إنجاح برامج التنمية الكبيرة المنطلقة عام 2023، وأصدر توصيات وقرارات تتعلق بتنظيم توعيات مكثفة حول أنشطة الدفع بتجميع القرى المتناثرة وتنمية البطاطا الحلوة بصورة واسعة، وصيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية المحتاجة لأعمال الصيانة، وتقديم الحكومة دعما لازما لصيانة وبناء قنوات السيول التحويلية التي أصبحت فوق قدرات وإمكانيات المزارعين، بالإضافة إلى رفع مشاركة الطلاب في مائدة التعليم. وناشدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة المجلس لمنح اهتمام أكبر لتعزيز مشاركة المواطنين في إنجاح البرامج التنموية، موضحة البرامج الموضوعة حول الحد من قطع الأشجار وتقليل نواقص الطاقة والمحمية الأهلية. قدمت أوراق عمل يومي 16 و17 من مارس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بمناسبة أسبوع القانون تحت شعار القانون للكرامة الإنسانية والتنمية. وأوضحت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في المناسبة بأن وزارة العدل ظلت تعمل منذ فترة طويلة بوضع القوانين على أساس قيم المجتمع الإريتري والقيام بأنشطة التقييم والتحسين، بالإضافة إلى جعل القوانين آنية فيما يتعلق بالعلاقات التجارية الإقليمية والدولية والاستثمار واتفاقات الممتلكات. وقالت إن أسبوع القانون المنظم حاليا للمرة الثانية يستهدف الكرامة الإنسانية والتنمية والتوعية والحصول على الاستجابة. تضمنت أوراق العمل المقدمة في شكل سيمينار حول القانون والمواطنة والكرامة الإنسانية والقانون والتنمية وتطور تقنية المعلومات والاتصالات في وزارة العدل. تناولت ورقة عمل القانون والجنسية قضايا المواطنة السياسية والقانونية، موضحة بأن الجنسية حق إنساني وتختلف عن الهوية الوطنية، شارحة بالتفصيل أساس تطور المواطنة في قارة إفريقيا. وأشارت إلى أن قانون الجنسية الإريترية هي مواد منح الجنسية بالميلاد أو التصريح وكيفية نزعها. وتطرقت ورقة عمل الكرامة الإنسانية حول قيم المجتمع الإريتري تماشيا مع معايير الكرامة الإنسانية. وذكرت ورقة القانون والتنمية اهتمام الحكومة الإريترية لخلق دول المنطقة الأرضية للتعاون بفهم مشترك من أجل السلم الإقليمي والأمن والتطور والتكامل في الموارد المشتركة على أساس مبدأ الاعتماد على الذات. وأشارت ورقة التطور التقني والاتصال في وزارة العدل مساهماتها في تسريع إنجاز الأعمال في الوزارة. وقدم في السيمينار فيلم وثائقي بعنوان إريتريا والكرامة الإنسانية. دعت الاجتماعات التي عقدت في تسني ومصوى لتعزيز العلاقة بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب لعقد لقاءات بهدف تقوية العملية التعليمية. وأوضح التقييم الذي جرى في تسنين نسب النجاح وجهود تحسينها في الصف الثالث. وأشاد مسؤول المدارس في مديرية تسنين الأستاذ سرافائيل كفلقرقيش بارتفاع مشاركة المرأة في التعليم ومساهمة أولياء الأمور لحل مصاعب المعلمين وصيانة الأثاثات المدرسية. وأشار التقييم الذي أجري في مصوع إلى تحقيق نتائج مرضية في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وقال مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ إسماعيل صالح أن النتائج التي تحققت تدفع لمزيد من الجهد والعطاء. وذكر بأن قدم المباني وضيق الفصول الدراسية وقلة المقاعد والكتب من المصاعب التعليمية. نظم يومي 11 و12 من مارس أسبوع المدارس الرياضي والثقافي في مديرية الدخالة. تضمن الأسبوع منافسات كرة القدم وألعاب القوى والموسيقى والمعلومات العامة والحوار والأدب وكرة الطائرة والدراما والرسم والابتكار. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ سفاي سبحته أن الأسبوع هو جزء من العملية التعليمية وقد هدف إلى التعرف على هوايات الطلاب وتطويرها وتمهيد الأرضية لتبادل التجارب.
وذكر مسؤول الثقافة والريادة الأستاذ قيتوم أسفهان أن الأسبوع له دور فعال في بناء المواطنين ذهنيا وجسديا. ألحقت الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم 13 من مارس في مديرية قلعلو الأضرار بالمواشي والأشجار، وجرفت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة حوالي 40 رأسا من المواشي واقتلاع 700 شجرة، كما غمرت المياه المساكن والمكاتب وأحدثت الأضرار الجزئية بأدوات الطاقة الشمسية. استشهد في 15 من مارس عضو كلية العلوم في معي نفح المناضل الداويسيوم نرأيو عن عمر ناهز 72 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل الداويسيوم بصفوف جبهة التحرير الإريترية عام 1975 وانضم عام 1977 إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وخدم في فترة النضال في القوات المقاتلة وأجهزة التنظيم، وبعد الاستقلال في مختلف الوزارات والكليات. المناضل الفقيد متزوج وأب لأب واحد، وقد وري جثمانه الثرى عصر يوم الخميس 16 من مارس في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب كلية معي نفح للعلوم عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل داويسيوم، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أكدت كوريا الشمالية أنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعرف باسم هواسونغ 17 في ثالث تجربة تجريها الدولة النووية منذ يوم الأحد الماضي. وأوردت وكالة كوريا الشمالية للأنباء أن الصاروخ تم اختباره في خضم مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية مشتركة مستفزة وعدائية. واعتبرت الوكالة الكورية الشمالية أن التجربة الصاروخية تحذير شديد اللهجة للأعداء الذين يتعمدون تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقالت بيونغ يانغ أن الارتفاع الأقصى للصاروخ بلغ 6000 كيلومتر، وأنه حلق مسافة 1000 كيلومتر قبل أن يسقط بدقة في المنطقة المحددة لذلك في مياه مفتوحة قبالة بحر الشرق الكوري، في إشارة إلى المساحة المائية المعروفة ببحر اليابان وفق الوكالة الكورية الشمالية. وكانت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي قد أفادت برصد إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من محيط منطقة سونان في بيونغ يانغ. يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في زيارة دولة هي الأولى منذ حوالي 4 سنوات إلى هذا البلد. وتلتزم الصين بصورة عامة موقفا محايدا من الحرب في أوكرانيا، لكنها تعمد في الأشهر الأخيرة إلى توطيد علاقاتها مع موسكو. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة لدولة روسيا بين 20 و 22 من مارس. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحفي أن شي جين بينغ سيجري تبادلا معمقا لوجهة النظر مع الرئيس بوتين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. خلال هذه الزيارة سيبحث الرئيسان ترسيخ الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، ولا سيما على الساحة الدولية، وذلك حسب ما أعلن الكرملين في بيان، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع وثائق ثنائية مهمة. أعلنت السلطات في البرازيل أن عصابات الجريمة واصلت لليلة الثالثة على التوالي شن هجمات في شمال شرق البلاد رغم الوجود المكثف لقوات الأمن.
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لحافلات ومباني عامة تلتهمها النيران أو اخترقها الرصاص في 9 مدن بما فيها مدينة ناتال عاصمة ولاية ريو غراندي دو نورتي. وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 28 مدينة وبلدة في الولايات شهدت اضطرابات هذا الأسبوع. وذكرت مصادر أمنية في الولاية أن شخصين على الأقل قتلا في اشتباكات مع الشرطة في وقت سابق من الأسبوع، واعتقل 67 آخرون. الخبر الأخير في هذه النشرة: أطلقت الصين القمر الصناعي قوفا 1302 على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش 3B، ودخل مداره المخطط له بنجاح. وسيستخدم القمر الصناعي بشكل أساسي في عمليات مسح أرضية وتقدير غلة المحاصيل والحوكمة البيئية والإنذار المبكر للأرصاد الجوية والتنبؤ بها، بالإضافة إلى الوقاية الشاملة من الكوارث والتخفيف من حدتها. وتعد هذه هي المهمة رقم 468 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش. ختام النشرة نذكر بأهم وأبرز العناوين. رئيسة المرأة تلقي كلمة في اجتماع الأمم المتحدة 67 لتعزيز مكانة المرأة. مجلس إقليم شمال البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 18. تقديم أوراق عمل بمناسبة أسبوع القانون. كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا عابرا للقارات. شي جين بينغ يبحث مع بوتين ترسيخ التعاون الاستراتيجي في روسيا. وعصابات الجريمة تواصل هجماتها شمال شرق البرازيل. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.